هنعمل الرقاق الطري النهاردة مع بعض بطريقة جميلة قوي. هيطلع معاكي ناجح جدا، طري كده وخفيف. شايفين قد ايه شفاف؟ حاجة جميلة جدا. نقدر بقى نعمل بيه سندوتشات شاورما، نعمل بيه صواني زي ما نحب طبعا. يلا نبدأ الفيديو ونشوف عملناه ازاي وايه المقادير. معايا كيلو من الدقيق يكون متعدد الاستخدامات، ومعايا معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هقلب المكونات الجافة كويس مع بعض، وبعدين هنزل عليهم بالمية. المية مش شرط ابدا انها تكون دافية، عادي مية فترة من الحنفية. مقدار المية هيكون من كوباية ونص لكوبايتين الا ربع من المية. هنزل بالكوباية الاول وبعدين بالنص وبعدين لو احتاجت هزود. المهم هنزل بالتدريج وهقلب وهعجن لحد ما العجينة تبقى متماسكة معايا. زي ما انتم شايفين القوام بتاعها قاسي شوية، مش طرية ومش بتلزق. المهم ان احنا نعجنها من 7 ل10 دقايق، تبقى في ايدينا كده ناعمة وبتمط حاجة بسيطة. وعلى فكرة كل ما العجينة بترتاح كل ما بتمط معانا وبتظبط كويس جدا. هنسيبها بقى ترتاح من 10 لربع ساعة. هرجع لها تاني بعد الربع ساعة تكون ارتاحت. هرش شوية دقيق كده على المكان اللي هشكل فيه، وهاخد كل كورة تكون بحجم كورة البنج، مش عايزين الكورة تكون كبيرة. وكمان عايزين كل الكور تكون بحجم واحد علشان كل رغيف يبقى قد التاني. هشكل كل الكور كده واسيبهم تاني يرتاحوا مش اقل من نص ساعة. يعني كل ما ترتاح في المرحلة دي بقى كل ما بتدينا نتيجة افضل. فاسيبها ترتاح كده واروح احضر حشوة في السريع، مش هتاخد مني وقت خالص. بصلاية كبيرة مفرومة ناعم او مبشورة، عليها شوية ملح وشوية فلفل او البهارات اللي انتوا تفضلوها طبعا. هنزل عليها بشرايح الدجاج بعد ما قلبتهم كويس كده مع بعض، وهغطيها واسيبها تتبل شوية. وبعدين في طاسة سخنة على النار هنزل بالزيت بتاعي او السمنة زي ما احب. والبصلاية انا مقطعاها صغير، وهقلبها. اول ما تدبل معايا وتصفر هنزل عليها بفلفل حامي وفصين من الثوم. عايزين تستبدلوا الفلفل الحامي بفلفل رومي عادي براحتكم. هنزل بقى بالفراخ بتاعتي اللي انا متبلاها وافردها كده في الاول، والنار تكون عالية وما اقلبش على طول. واول ما تبدأ لونها يغير ابدأ اقلب بقى، وهحط معاها شوية ملح وفلفل وقرفة وجنزبيل وكزبرة مجففة او بقدونس. والبهارات برضو دي ترجع لكم اللي انتوا تحبوه هتشتغلوا بيه. هسيبها بقى تستوي براحتها وهرجع للعيش بتاعي. هيكون ارتاح تمام جدا جدا. اهم حاجة زي ما قلت لكم ان احنا نريحه كويس جدا ونكون مغطينه كويس برضو. ومعايا بقى ربع كوباية من الدقيق وربع كوباية من الزيت والفرشة بتاعتي. ويلا نبدأ. اول حاجة شوية دقيق كده على المكان اللي انا هفرد عليه، وهاخد كل كورة هفردها بايدي الاول عشان تطلع مدورة معايا ومظبوطة. فبنفردها بايدينا الاول كده، و نشتغل برغيفين اتنين. انا ده الطريقة اللي انا دايما اعملها، ان انا بفرد برغيفين رغيفين، ما بزودش عن كده. وما بين كل رغيف والتاني هحط شوية من الزيت بالفرشة ورشة من الدقيق. وهحط الطبقة اللي انا فردتها الاول بقى تاني. المهم ان انا عايزاهم يكونوا حجم واحد عشان خاطر يطلعوا معايا مظبوطين. هضيفهم بقى على بعض واظبطهم تاني، وبعدين شوية دقيق من فوق وشوية من تحت، وابدأ افرد. وانا بفرد الفرد يكون من النص لبره، وكل شوية الف الرغيف عشان خاطر يطلع مدور معايا. خلاص زي ما انتوا شايفين كده. وهفرد. عايزة بقى وانتي بتفردي السمك يكون مظبوط، الرغيف كله سمك واحد، ما تبقاش ناحية رقيقة وناحية سميكة، لا كل الرغيف مظبوط. خلاص كده فردناه كويس. السمك بتاعه رقيق طبعا مش سميك عشان يطلع معانا شفاف وطري كده زي ما شفتوه في اول الفيديو. وهقوم واخداه على طول على طاسة سخنة. اهم حاجة ان درجة الحرارة بتاعة الطاسة في البداية بتكون عالية، اول 30 ثانية على حرارة عالية، وبعد كده بوطيها للوسط. وبفرد بايدي زي ما انتوا شايفين كده عشان يفضل مدور معايا ومظبوط وما يلمش. خلاص. واول ما يبدأ يتشمع من تحت بقلب على طول، وبفضل اضغط على الاطراف كده عشان تستوي كويس وكمان عشان تفصل معايا. وبقلب كل 30 ثانية، مش بستنى ان هو يعمل لون او يتحمر عشان عايزاه يفضل طري معايا. برفعه بقى من على النار على طول زي ما قلت لكم، مش عايزينه ينشف، وبنغطيه برضو بفوطة عشان يفضل طري معايا ومظبوط. وبكمل بقية الكمية. يعني انا بسوي رغيفين اتنين برغيفين اتنين، وبطفي النار على ما اكمل فرد، وبرجع تاني اسوي. ودي طريقة تانية بقى عشان لو عايزين الشكل يطلع مظبوط تمام. بغطى حلة، بقطع كده بالشكل ده، وبعدين الزيادة باخدها كورها واسيبها ترتاح تاني، وبسوي بنفس الطريقة بالظبط ونفس الخطوات.
ده كده الرقاق بتاعنا بعد ما خلصناه وغطيناه وسيبناه يهدى براحته، بنفصله عن بعض زي ما انتوا شايفين كده بيطلع معانا بكل سهولة. شايفين بقى ازاي طري وازاي شفاف كده وخفيف مفهوش اي تكتلات، مفهوش الاطراف بتاعته متساوية وجميلة جدا. نعمل منه السندوتشات زي ما نحب، الصواني حاجة جميلة جدا في البيت وسهلة. هنعمل بيه الصينية دي كده كفكرة بس، لكن طبعا انتوا تقدروا تعملوا اللي انتوا عايزينه كله بيه. في صينية كده دهنت شوية سمنة، احط الطبقات اللي احبها، 3 طبقات 4 5 6 زي ما احب. بس ما بين كل طبقة وطبقة هندهن كده شوية سمنة حلوين، وانزل بالحشوة بتاعتي. عايزين نحط لها كمان جبنة او تشكيلة جبن، طبعا زي ما تحبوا. المهم هكمل بنفس الطريقة، ما بين كل طبقة والتانية هندهن شوية سمنة، وخلاص هقطعها بالسكينة زي الجلاش بالظبط، وهسقيها بالبيض واللبن. بيديها توريقة وبيديها طعم جميل جدا وسوى مظبوط. مع البيضة كده رشة من الملح ورشة من الفلفل، وهزودها شوية من اللبن، وهقلبهم مع بعض وهنزل بيهم على الصينية عشان تتشرب كده وتستوي وتطرى وتبقى جميلة جدا، وكمان تديها لون حلو. هندخلها الفرن بقى على درجة حرارة 200 لحد ما تتحمر من تحت كويس ومن فوق، وتستوي كويس ومظبوط معايا. هتطلع جميلة جدا. جربوا الوصفة وان شاء الله هتعجبكم جدا. الرواق طالع طري وجميل وبجد هيعجبكم بإذن الله. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا له لايك وشير، واشوفكم على خير يا رب، والسلام عليكم.